اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. حبايبي، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم على الامه الاسلاميه كلها، وتكونوا دايما بخير يا رب. النهارده بقى مع بعض هنعمل حلويات. طبعا ايه هي الحلويات؟ عارفين طبعا الكنافه هي طبعا المشهوره، هي والقطايف في رمضان. النهارده بقى مع بعض زي ما انتم شايفين انا جبت كنافه وسبتها في الفريزر. بصوا هنعملها كده ونفركها فركه حلوه. شفتوا صوتي منبوح ازاي من عيالي يا جماعه؟ الحمد لله، تعبني. طيب، وهنا عملت ايه؟ انا مسكت البندق حمصته زي ما انتم شايفين كده، وبتفركيه بينزل على طول القشر بتاعه اهو. يعني بمجرد ما اما تفركيها فركه كده بينزل القشر. بعد كده ناخدهم ونكسره، وبعد كده نحطه على الحلويات بتاعتنا. تعالوا نشوف النهارده الكنافه اللي هنعملها كنافه ايه. هعمل كنافه بالقشطه، اللي هي القشطه الكدابه. اول حاجه انا عندي كوبايه لبن، هحط معاها معلقتين من النشا، وهحط شويه سكر صغيرين، يعني نص معلقه او معلقه سكر. تمام. نحط اللبن دافي اهو، هحطها على النار وانا مسيحه الزبده هنا اهي عشان نعملها مع بعض. حلو، نخلص بس الاول نحط القشطه الكدابه على النار، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين ادي كده، دي القشطه الكدابه، مع ان الكدبه حرام في رمضان يا جماعه اهو. تعالوا بقى نركنها على جنب كده ونعمل الكنافه ونشتغل فيها. اول حاجه هحط السمنه او الزبده ونفركها حلو قوي، وبعد كده ارجع لكم تاني. شايفين العسل هو التقيل اهو، يعني ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. اول حاجه انا سيحت زبده تاني، حطينا في قلب الصينيه الصغيره دي. انا عامله صينيه صغيره لان طبعا الواحد ما بيبقاش قادر، فنعمل حاجه صغيره عشان تتاكل. لما تتاكل كلها احسن ما تبات، لان الكنافه مش مستحبه ان هي بتبات بصراحه اهي. وبحب اعملها بعد الفطار، لان قبل الفطار بيبقى الواحد واكل ومش قادر يتنفس، فبعد الفطار طبعا بيبقى فيه شويه خلاص كلنا واستريحنا شويه وقعدنا وهضمنا، فبندور على اي حاجه بقى مسكره. تمام. نظبط كده الصينيه اهي. اهم حاجه الضغط عليها حلو قوي. وطبعا انا هسيب الكاميرا وهضغط ضغط عليها، لان الضغط عليها هي اهم حاجه، ضغطها تكون كويس. لازم اضغط عليها ضغطه حلوه بصينيه اقل منها. دي من عمليه الكنافه اللي هتنجح معاكي وهتبقى ناجحه معاكي زي المحلات بالظبط. تمام كده، انا ضغطتها ضغطه حلوه قوي. تعالوا بقى نحط القشطه في النص او المهلبيه في النص، وهي كده كده اهم حاجه احنا مش عايزين نجيبها على الحروف. تمام. وبعد كده عايزه تحطي مكسرات هتحطي زي ما انتم شايفين كده. انا حطيت بس بعيد عن عن الصينيه خالص. انا كسرت البندق اهو. عندك بندق حطي، عندك سوداني حطي. احنا اي حاجه بتبقى طبعا في البيت حلوه قوي ومعموله في البيت بتبقى حلوه. طيب بعد كده نحط على طول الكريمه التانية، الطبقه التانية على الوش كده ونظبطها، وهرجع لكم تاني بعد ما اخلص واظبطها. كده ظبطناها زي ما انتم شايفين كده، طبعا بالزبده. نحط على وش الصينيه. احنا كده كده حاطين زبده كتير فيها.
تمام، قولوا معايا. طيب تمام اهو. يلا يا ستات يا شاطرة يا حلوين، اعملوا زي ياسمين. حلو المقطع ده. يلا يا ستات يا شاطرة يا حلوين، اعملوا زي ياسمين. اهو انا خلصت كده صينية الكنافة. ندخل بقى الفرن، وبعد الفرن نتقابل بقى مع بعض بعد الفرن. زي ما انتوا شايفين كده هي لسه خارجة. طبعا انا قلبتها، سامعين الطشة دي اهي. اعرفي كده ان هي ناجحة 100%. تمام. وهقطع برضو معاكم واحدة حتة ونشوف احلى كنافة من يوميات مطبخ الياسمين. شايفين انا قلبتها ازاي على الصينية اهي. قلبتها الاول على الصينية تاني، وبعد كده رحت ايه قلبها على الطبق التقديم، عشان لما ايه تاخديها وتروحي بيها لحد او هدية او حاجة، بتبقى حاجة جميلة، او تقدميها اذا كأنك انت شاريها من بره. شايفين عاملة ازاي؟ مش باينة نهائي ان انت ايه ان انت عاملاها في البيت. طب تعالوا بقى نقطع ونشوف الجمال بتاعنا. بصوا هنا، بسم الله. طبعا هي طرية جدا، عشان كده انا جبت السكينة المشرشرة اهو، عشان اقطع بس قطعة معاكم تشوفوا عاملة ازاي من جوه. طلع بقى ونحط في الطبق. بصوا الجمال، شايفين؟ مش عشان انا عاملاها والله، الطعم خرافة 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 اهو. بصوا المنظر، شايفين الجمال؟ لو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش السبسكرايب ليوميات مطبخ الياسمين، وقولي لي رايك وتعليقاتك في احلى كنافه دي زي ما عملناها في البيت زي المحلات بالظبط. واقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع احلى متابعين في الدنيا.